فريق المغرب الرياضي فاسي. خلف هذه الكرة عمر النمساوي يسعد لتنفيذ مفاعل الكرة أمامية، فرصة ممتازة صوب المرمى، خطيرة، فرصة، هدف أول، هدف أول للمغرب الرياضي فاسي. نتابعوا الإعادة، عمر النمساوي رفع الكرة بشكل مناسب لكن على المسكيني ما تمكنش من ابعاد الخطوره، وهدف سليم، هدف سليم بهذه الطريقه وبهذه الكيفيه. سنتابع الإعادة، انزال ثم بعد ذلك انهاء للعمليه. المغربي نحن نتابع العمليه الهجوميه للمغرب الرياضي فاسي، فرصه ممتازه ممتازه ممتازه، ضربه جزاء، ضربه جزاء للمغرب الرياضي. الجماهير تبدو سعيده 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 بهذه ضربه جزاء. وهنا نتابع وسام البركه ومحاولة المراوغة، هنا مشى الحارس، هنا قام الحارس من الانزلاق على الرجل لرجل. وسام البركة والحارس على المسكيني. يسعد يسعد وسام، تصويبه، هدف أول، هدف مهم للمغرب الرياضي الفاسي. الرياضي الفاسي في الهجمات المرتدة أصبح أسرع وأحسن. وسام البركة تمريرة ممتازة، فرصة داخل منطقة العمليات، ماذا يقول الحكم؟ ضربة جزاء. أمام الاحتجاجات لفريق الفتح الرياضي الرباطي بطاقة حمراء. يوسف مشيو دقة كما يقال. شوف 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 شوف، نبداو باصل المحاولة. سمير، انا اعتقد ان لاعب المغرب الرياضي الفاسي لمس الكرة بيده في الوهلة الاولى يعني، ثم بعد ذلك يجي مروان سعدان وحاط يده على الكتف وكيقوم بعملية انشاط. فهنا اكيد دائما يعني كمال الإدريسي شاهدوا اللقطة هذه مهمة. هنا إذا كانت اللمسة المفروض الأصل خطأ هو كرة للمغرب للفتح الرياضي الرباطي، ولكن مسألة الجر واضحة. إذا المغرب الرياضي الفاسي ضربة جزاء تنفذ، هدف ثالث للمغرب الرياضي الفاسي، النقاط الثلاث للمغرب.